بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل قطع الكيك الإسفنجي. طبعا جدا راقي وينفع لأصحاب المشاريع الصغيرة. إن شاء الله ينال إعجابكم. عندنا المقادير: 5 كوب طحين صفر أبيض. طبعا استخدمت طحين الرحمة. 13 حبة بيض. نشا كوب وربع. الماء 2 كوب. الخل 2 ملاعق كبيرة. كوبين وربع سكر. 2 ظرف من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة ونص محسن كيك جل. النكهة طبعا حسب الرغبة أو فانيلا. قليل من الملح. 3 ملاعق كبيرة زيت. وحبايب ضروري كل المواد تكون باردة جدا، يعني حتى الطحين يكون بارد. حبايب بداية الطريقة ننخل الطحين والبيكنج باودر والنشا. أنا استخدمت طبعا ظرفين من البيكنج باودر. ننخلهم وندخل باقي الطحين. وضروري حبايب تنخلون الطحين عدة مرات حتى ندخل الهواء ونحصل على كيكة هشة وخفيفة. وهذا بعد ما نخلته عدة مرات أصبح جاهز عندنا. هسه ننتقل إلى الطريقة اللي بعدها، وهي البيض. نضيف له ملعقتين من الخل ونخلطه خلط جيد حتى نتخلص من الزفرة. وهذه طريقة البيض والخل حبايب دائما استخدموها لأنه يقطع الزفرة نهائيا. نبدأ نضيف السوائل بالعجانة. نضيف البيض اللي مخلوط ويا الخل، ونضيف السكر حبايب، ونضيف المي، كوبين من المي البارد. وضروري تكون المي جدا بارد حبايب، والمواد كلها تكون باردة، لأن الجو إذا كان حار راح يتلف مفعول المحسن، ما راح ترتفع عندكم الكيكة. ضروري تكون المواد كلها باردة. وهذا بعد ما خلطنا ضفنا المحسن، ننقلهم للعجانة ونخلطهم مدة دقيقتين حتى تتجانس المواد السائلة. حبايب هنا ضروري تكون عملكم بالعجانة. وطبعا استخدمت الأكواب القياسية القياس كل المواد حتى تطلع عندنا الوصفة مضبوطة. وهذه بعد مرور طبعا دقيقتين بديت أضيف الطحين والنشا والبيكنج باودر اللي نخلناهم سابقا. نضيفهم هنا تدريجيا ونشغل العجانة على سرعة خفيفة حتى نحافظ على الطحين، يعني اللي يتبعثر. وهذه نضيفه هنا تدريجيا إلى أن ينفذ كله. وحبايب ما أنصحكم تستخدمون الخفاقة، لأن هذا حجم الكيكة كبير، والحجم الكبير ما تسيطر عليه الخفاقة. ضروري تكون عجانة قوية. هنا ضفت النكهة، وطبعا أنا استخدمت نكهة جوز الهند. انتم حسب رغبتكم ممكن تستخدمون النكهة أو تستخدمون الفانيلا. بعد إضافة النكهة شغلت العجانة على سرعة طبعا قوية لمدة 6 دقائق أو 7 دقائق تقريبا، وإلى أن تضاعف عندنا الحجم وأصبح مثل الكريمة. وهاي بعد الحبايب اللي سألوني على العجانة مالتي. حبايب طبعا عندي نوعين عجانة. هاي العجانة الكبيرة 10 لتر سيلفر كوك استخدمها للحجم الكبير مال الكيكة، أو مرات أخلط كيكتين بنفس الوقت. والعجانة الصغيرة استخدمها للكيكة الصغيرة لأن تسيطر عليها أكثر. وهذا هنا بعد ما كملت عندنا الكيكة وأصبح عندنا القوام مثل الكريمي. طبعا بنهايتها ضفت الزيت. قللت سرعة العجانة حتى لا تهبط عندنا الكيكة، لأن الزيوت تهبط عندنا الكيكة اللي تكون بالمحسن. المحسن ما يحب زيوت. مجرد ما نخلط الزيت عندنا على سرعة ضعيفة
يعني مجرد ثواني أصبحت عندنا جاهزة الكيكة، ويكون عندنا القوام بهذا الشكل. حبايب إذا ما يكون عندكم القوام بهذا الشكل وكريمي، يعني الكيكة ما ضبطت عندكم. وهذا القالب طبعا حضرته مسبقا ومغلفته بورق الزبدة، وثبتت ورق الزبدة بقليل من الدهن، وكان الارتفاع قليل فرفعته قليل بورق الزبدة. طيب قياس القالب 41 في 31 سنتيم. وطبعا بنفس الوقت كملت العجين، ضفته مباشر بالقالب ورتبته ودخلت الفرن على درجة حرارة 150 من الأسفل، وأخذ وياي تقريب ساعة من الأسفل. وطبعا خليت صينية تحت القالب حتى تتوزع الحرارة بشكل كامل. أحد أسباب فشل الكيك الإسفنجي هي الحرارة العالية، وأكثر الناس يعانون من هذا الشيء. طبعا من الأعلى أخذت وياي 5 دقائق فقط، وأيضا نار قليلة. وهذا بعد ما طلعت من الفرن غطيتها بقطعة قماش، وبعدين خليت قطعة نايلون لأن كان ما متوفر عندي نايلون غذائي، فما أحب أخلي النايلون الملون على الكيك. يعني حبايبي تبقوها 10 دقائق متغطاية بهذا الشكل حتى تحصلون على كيكة رطبة. وحبايب لا تغلطون غلطتي، نسيت أضرب القالب، يعني لما خليت العجين فصارت هاي الثقوب اللي بأعلى الكيكة، هاي نتيجة إنه الهواء يعني ما طلع من يمها بشكل صحيح. المفروض أضرب القالب 3 ضربات وبعدين أدخل الفرن للشوي. وهذا بعد ما بردت حبيت أرتب الأطراف. رتبت الأطراف طبعا لأنه أنا استخدمت ورق زبدة، وورق زبدة تحرك شوية في الأطراف ما طلعت عندي مضبوطة، فرتبتهم بسكين. وهذه حبيت أراويكم طبعا الهشاشة مالت الكيكة وبياضها. طبعا الكاميرا جدا ظلمتها لأن هي أبيض بكثير من هذا اللون، وطبعا هشة وجدا لذيذة، والحلاوة مالتها معتدلة طبعا أطيب من الجاهز 100 مرة. وباع الهشاشة مالتها والجمال، كيكة يعني فتشي راقي يعني. طبعا هاي تنفع أصحاب المشاريع الصغيرة. وهاي حبايب طبعا زينتها تزيين بسيط، وقطعتها وأصبحت عندي 35 قطعة. وطبعا قياس القطع حلو، يعني لا كبير ولا صغير، صار قطعة متوسطة حلو قياسها 35 قطعة من هذا الحجم. حبايبي اللي وصل هنا لا ينسانا من اللايك، واللي مشترك يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ومع ألف سلامة.